اهلا بيكم دكاترة تالتة اعدادي، اتمنى تكونوا بخير دايما. الفيديو ده مهم جدا، هيكون فيه اهم النقاط والمعلومات في المنهج عندنا والاسئلة اللي بتلخبط بعض الطلاب. هنراجع على اهم النقاط وهنفهم كل معلومة، ولكن ياريت قبل ما نبدأ ندعم الفيديو بلايك واشتراك في القناة. خلي بالك من كل نقطة ومن كل معلومة هنقولها في الفيديو. نبدأ بأول معلومة عندنا وهي الخلايا. طبعا احنا عارفين ان الخلايا بتنقسم عندي لحاجتين، خلايا ايه وخلايا ايه؟ مظبوط، خلايا جسدية وخلايا تناسلية. اول حاجة الخلايا الجسدية. زي ايه الخلايا الجسدية؟ يعني ممكن تديني امثلة على الخلايا الجسدية؟ هتقول لي مثلا عندنا خلايا الجلد، صح كده؟ عندنا خلايا الكلية، خلايا الكبد، كلها دي خلايا جسدية. عندنا برضو خلي بالك من الجزئية دي، خلايا الرحم، خلايا الرحم خلايا جسدية، الرحم. ممتاز. نيجي عند الخلايا التناسلية، الخلايا تناسلية. تعرف ايه عن الخلايا التناسلية؟ هتقول لي عندنا خصية ومبيض، ده الخلايا التناسلية. احنا كده اتكلمنا عن الخلايا الجسدية والتناسلية بالنسبة للإنسان والحيوان. طب بالنسبة للنبات، الخلايا الجسدية في النبات مثل الجذر، الساق، الأوراق، البذور، كل دي بنقول عليها خلايا جسدية. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للنبات. طب الخلايا التناسلية بالنسبة للنبات بتتمثل في المتك والمبيض. المتك والمبيض دي الخلايا التناسلية الخاصة بالنبات. يبقى نقولهم مرة كمان كلهم مع بعض. الخلايا عندنا خلايا جسدية وخلايا تناسلية بالنسبة للإنسان والحيوان. عندنا الخلايا الجسدية بالنسبة للإنسان والحيوان، الجلد، خلايا الكلية، خلايا الكبد، خلايا الرحم، كل دي بنقول عليها خلايا جسدية. وبالنسبة للإنسان والحيوان في الخلايا التناسلية الخصية والمبيض. طب بالنسبة للنبات، الخلايا الجسدية في النبات بتتمثل في الجذر والساق، الأوراق، البذور، والتناسلية بتتمثل في المتك والمبيض. لغاية هنا مفيش أي مشكلة. بعد كده هنلاقي عندنا الخلايا التناسلية، الخلايا التناسلية اللي تنتج الخلايا التناسلية خلايا جنسية، خلايا جنسية. قلت له تمام. قال لي الخلايا الجنسية دي عبارة عن حاجتين، إما أمشاج مذكرة أو أمشاج مؤنثة. تمام. قلت له أول حاجة الأمشاج المذكرة دي إيه؟ قال لي دي عبارة عن حيوانات منوية. حيوانات منوية ده بالنسبة للإنسان والحيوان، وحبوب لقاح بالنسبة للنبات، ده بالنسبة للأمشاج المذكرة. طب الأمشاج المؤنثة قال لي دي عبارة عن البويضات. البويضات دي بتبقى موجودة في الإنسان والحيوان والنبات. دي الخلايا الجنسية اللي بتنتجها لي الخلايا التناسلية.
كل اللي عاوزه منك انك تفرق لي ما بين الخلايا التناسلية والخلايا الجنسية. يعني لو جيت قلت لك خلايا الخصية او المبيض او المتك، تقول لي على طول دي خلايا تناسلية، خلايا تناسلية. لو قلت لك حبوب لقاح او حيوانات منوية او بويضات، تقول لي على طول دي خلايا جنسية. مهم جدا انك تكون عارف تفرق ما بين الخلايا الجنسية والخلايا التناسلية. وفي جزئية تاني كمان بتلخبط بعض الطلاب لما يسألني عن خلايا الرحم، هل هي جسدية ولا تناسلية؟ لا، خلي بالك، خلايا الرحم خلايا جسدية، خلايا جسدية. الجلد والكلية والكبد والرحم خلايا جسدية. كده احنا انتهينا من تقسيمة الخلايا. ندخل على عدد الكروموسومات. بالنسبة لأول حاجة الخلايا الجسدية والتناسلية، وبالنسبة للخلايا الجنسية قال لي ان عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية والخلايا التناسلية بيكون ب2n، 2n، وهنعرفها يعني ايه الكلام ده. طب بالنسبة للخلايا الجنسية قال لي بيكون بn، عدد الكروموسومات n. يبقى في الخلايا الجسدية والتناسلية 2n، الخلايا الجنسية n. نفهم اكتر الكلام ده في عدد الكروموسومات. اذا علمت ان خلية من خلايا العضلات في انثى الارنب تحتوي على 22 زوج من الكروموسومات، فان عدد الكروموسومات في بويضة الارنب نقط كروموسوم. اول حاجة احنا لسه قايلين ان الخلايا الجسدية بكام؟ ب2n، مظبوط. يعني خلايا العضلات 2n في أنثى الأرنب تحتوي على 22 زوج من الكروموسومات، فإن عدد الكروموسومات في بويضة، البويضة دي خلايا جسدية أو تناسلية ولا خلايا جنسية؟ طبعا البويضة دي خلايا جنسية، يعني n. مظبوط لغاية هنا؟ هو مديني ايه في السؤال؟ مديني عدد الكروموسومات الموجودة في الخلايا الجسدية. طب بيقول لي 22 زوج، هل ده عدد الكروموسومات؟ لا، لازم اضربها في 2، لان هو بيقول لي زوج، هو بيقول لي زوج. طالما قال لي زوج يبقى اضرب في 2 علشان اجيب عدد الكروموسومات. لو قال لي 22 كروموسوم يبقى هو كده على طول اداني عدد الكروموسومات. قال لي 22 زوج من الكروموسومات، يبقى لازم اضرب 22 في 2، لازم اضرب عدد الازواج في 2 علشان اطلع عدد الكروموسومات. 22 في 2 ب44. يبقى الخلايا الجسدية اللي هي ب2n بتساوي كام كروموسوم؟ بتساوي 44 كروموسوم. احنا عاوزين n، يبقى نقول n هتساوي، نقسم الطرفين على 2، هتبقى 44 على 2 هتساوي 22 كروموسوم. يبقى معنى الكلام ده ان بويضة الارنب تحتوي على 22 كروموسوم. هنختار 22. ندخل على معلومات من الوحدة التانية عندنا. لو سألتك وقلت لك متى لا تتكون صورة او حالات عدم تكون الصورة، ايه هي الحالات اللي مش بتتكون فيها صورة، سواء في العدسة او في المرآة؟ يعني المفروض العدسات او المرايا عموما بتكون لي صورة ايا كانت خواص الصورة دي. في بعض الحالات اللي مش بتتكون صورة اساسا.
أولها طبعا العدسة المحدبة. العدسة المحدبة متى مش بتتكون في العدسة المحدبة صورة؟ اللي عند وضع الجسم عند البؤر، عند وضع الجسم عند البؤر. يبقى في حالة وضع الجسم عند البؤر. تمام. وعندنا الحالة التانية في المرآة المقعرة. المرآة المقعرة متى في المرآة المقعرة لا تتكون صورة؟ لا تتكون صورة في المرآة المقعرة برضو في نفس الحالة، في حالة وضع الجسم عند البؤر. يبقى كده عندنا حالتين، لو وضعنا الجسم فيها عند البؤرة مش هتتكون صورة. فين؟ في العدسة المحدبة والمرآة المقعرة. طب والحاجة التالتة عندنا ايه هي؟ قال لي المرايا المحدبة. المرايا المحدبة قال لي متى في المرايا المحدبة؟ قال لي عندي حالتين في المرايا المحدبة. لو قال لك وضع الجسم عند البؤرة أو وضع الجسم عند مركز التقور. هتقولي ازاي الكلام ده؟ مش المفروض الجسم اللي موضوع في اي موضع امام المرايا المحدبة هتتكون له صورة؟ اقول لك مظبوط، تتكون له صورة لما يكون امام السطح العاكس للمرآة. يعني ادي عندنا المرآة المحدبة بالشكل ده. هنا عندنا المحور، وادي عندنا البؤرة الأصلية ومركز التقور. البؤرة الأصلية ومركز التقور في المرآة المحدبة بيكونوا خلف المرآة، خلف المرآة. الجسم المفروض بيبقى موضوع أمام المرآة المحدبة في أي موضع، هنا أو هنا، هنا، أي موضع أمام المرآة المحدبة. إنما تيجي تحط لي عند مركز التقور الجسم، كده احنا وضعنا الجسم خلف السطح العاكس فلا تتكون له صورة. يعني أنا دلوقتي لو عندي مرايا ووضعت جسم خلف المرايا، هل هتتكون له صورة؟ هتقول لي لا طبعا، لازم الجسم يكون مواجه للمرايا، يكون أمام المرايا، يا إما لا تتكون له صورة. دلوقتي أنا عندي البؤرة الأصلية ومركز التقور خلف المرآة. لو وضعت الجسم عند أي موضع سواء البؤرة أو مركز التقور، كإحنا وضعنا الجسم خلف المرآة فلا تتكون له صورة. يبقى نقول من جديد حالات عدم تكون صورة: في العدسة المحدبة في حالة وضع الجسم عند البؤرة، وفي المرآة المقعرة في حالة وضع الجسم عند البؤرة. تمام. وفي المرايا المحدبة في حالة وضع الجسم عند البؤرة أو وضع الجسم عند مركز التقور. دي حالات عدم تكون الصورة. عندنا بعد كده لما نقول متى تكون الصورة تقديرية معتدلة مصغرة. تقديرية معتدلة مصغرة، مين اللي بيكون لي صورة تقديرية معتدلة مصغرة؟ أقول لك حاجتين. أول حاجة المرآة المحدبة والعدسة المقعرة.
دول بيكونوا لي صورة بتكون دائما خواصها تقديرية معتدلة مصغرة. سؤال تاني، لو قلنا متى تتكون صورة تقديرية معتدلة ولكن المرة دي مكبرة، تقديرية معتدلة مكبرة، متى بيحصل الكلام ده؟ اقول لك برضو في حالتين، الحالتين بيحصلوا في المرآة المقعرة والعدسة المحدبة. متى؟ اللي عند وضع الجسم على بعد أقل من البعد البؤري، عند وضع الجسم على بعد أقل من البعد البؤري للمرآة المقعرة والعدسة المحدبة. في المرآة المقعرة والعدسة المحدبة لو الجسم وضع على بعد أقل من البعد البؤري بتتكون ليه صورة تقديرية معتدلة مكبرة. ندخل بعد كده على موضوع السمك في العدسة المحدبة. عندنا حاجتين، عدسة أكثر سمكا وعدسة تانية أقل سمكا. بنسمي العدسة المحدبة الأقل سمكا بالعدسة المحدبة الرقيقة. العدسة المحدبة الأكثر سمكا بتكون دايما أقل في البعد البؤري، والعدسة المحدبة الأقل سمكا اللي هي العدسة المحدبة الرقيقة دايما بتكون أكبر في البعد البؤري. يبقى البعد البؤري صغير للعدسة المحدبة الأكثر سمكا، والبعد البؤري كبير للعدسة المحدبة الأقل سمكا. ايه علاقة السمك في العدسة المحدبة بالبعد البؤري؟ ناخد مثال على الكلام ده. عندنا عدستين، العدسة 1 والعدسة 2. العدسة 1 كان البعد البؤري لها بكام؟ ب4 سنتي، ده البعد البؤري للعدسة 1. البعد البؤري للعدسة التانية كان ب2 سنتي. ورحت سألتك سؤال، انهي عدسة في دول العدسة الأولى ولا العدسة التانية هيكون سمكها أكبر؟ طبعا سمكها أكبر يعني بعدها البؤري أقل، على طول كده سمكها أكبر بعدها البؤري أقل، يبقى أكيد العدسة رقم 2 هيكون سمكها أكبر. ليه؟ لأن بعدها البؤري أصغر. يبقى كلما قل البعد البؤري أصبحت العدسة أكثر سمكا، وكلما زاد البعد البؤري كلما كانت العدسة رقيقة. ندخل على آخر حاجة معانا، أسئلة الحصة. أسئلة حصتنا بيقول استخرج الكلمة غير المناسبة واربط بين الباقي. رقم 1 العجلة، الطول، القوة، الإزاحة. 2 القوة، العجلة، الزمن، الإزاحة. 3 معكوسة، مساوية للجسم، معتدلة، حقيقية. 4 البويضة، المتك، الخصية، المبيض. يا ريت نحل الأسئلة دي ونكتب الإجابات بتاعتهم في التعليقات. وبكده نكون انتهينا من حصتنا، خدنا فيها أفكار ومعلومات مهمة جدا بتساعدني في حل المسائل اللي بتميز كل طالب عن التاني. معلومات مهمة جدا ومراجعة على أهم الأفكار. أتمنى تكون استفدت وأشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية.